السلام عليكم ليكيب زينه، جيسبر راكو بيان. انا ولا الحمد لله. بون خاوتنا، الفيديو تاع اليوم جينا نهضروا على الجوار ابراهيم مازا اللي خير المنتخب الوطني الجزائري في عمر 18 سنه، هي اللي حاجه مليحه، وانا هذوما اللاعبين اللي نموت عليهم. وجينا نهضروا على اول ظهور ليوسف عطال مع النادي السد القطري، قدم اداء رائع اليوم. وجينا ثاني نهضروا على محرز اللي اليوم ضيع ركله الجزاء وخرج تحت تصفيرات الجمهور تاع الاهلي السعودي. خوتي، كاين ثاني خبر تاع اسماعيل بن ناصر اللي جاتو الاصابه في المولي، في عضله المولي، دار عمليه جراحيه تخرج لكم الصوره هنا. خوتي دايروا طلبوا له بالشفاء ان شاء الله، وان شاء الله يعاود يولي المنتخب الوطني الجزائري في اقرب وقت. خوتي، خرجت باللي اسماعيل بن ناصر راح يكون غايب على الميادين لمده 4 اشهر، اللي هي مده كبيره. خوتي، هو اللي خرج باصابه من قبل ليغامون كروازي وعاود ولا وزاد تبريسه بزاف. خوتي ريوشيت هاديه، ان شاء الله يعاود للمستوى تاعو. بن ناصر نعرفو خوتي يلعب من قلبه، وين يلعب حراره. ان شاء الله خوتي يولي المنتخب الوطني الجزائري في اقرب وقت. وسط الميدان تاعنا او فرق بن طالب، بن ناصر، بوداوي، تروا بليسير، وزرلوكي ما راهوش في المستوى مع المنتخب الوطني، واحد ما يكذبش، او ناقص شويه في المستوى. خوتي ادعيو كاع لبن ناصر ان شاء الله ربي يشافيه باش يعاود يولي في اقرب وقت المنتخب الوطني الجزائري. بون خوتي، بسم الله. باش نبداو بمازا ولا بمحرز ولا بعطال؟ نبداو بمحرز. خوتنا اليوم محرز لعبوا مباراة تاع كأس آسيا، تسمى تشامبيونز ليغ، ماشي كأس آسيا، تشامبيونز ليغ تاع لازي، كونتر ايكيب تاع ايران. هاد ليكيب اللي يلعب فيها الحارس الجزائري اليكسيس غندوز. خوتنا غير بدا الماتش، في بداية المباراة محرز مد تمريرة حاسمة لكيسي ماركا بيه. محرز عنده تمريرة حاسمة في بداية المباراة، جات ركلة جزاء، محرز ضيع ركلة جزاء اللي تصدى لها الحارس الجزائري اليكسيس غندوز. معليش خوتي، دوك ما تقولوليش راطا بيناتي، راطي بلي كرون جوار كاع يراطيو لي بيناتي، يراطيو دي زاكسيون فاس ا فاس، نورمال. كاين دي جوار، دي كرون جوار يديرو 3 4 ماتش يخرجوا اكوتي ما تشوفهمش كاع، نورمال. اليوم صح جماهير النادي الاهلي السعودي كي خرج محرز في الدقيقه 75 تحت تصفيرات الجمهور. انا هاد العفسه ما عجبتنيش، انا شخصيا ما عجبتنيش. خويا العزيز، لاعب كيما رياض محرز جا ديجا شرف ليك اللي جاي يلعب في السعوديه. رياض محرز نورمالمون تفرح، ما يماركيلكش كاع تفرح. محرز يلعب في الفريق تاعك، حاجه كبيره. احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب في انجلترا، تشامبيونز ليغ 5 خطرات، الشامبيونات تاع الانجليز، لا كوب تاع الانجليز، كوب دافريك مع الجزائر، داهم كاع. واش تحب دا عنده كلش. يجوز اكوتي خويا تشجعو باش طلع له المعنويه تاعو باش يقدر يكون معك مليح في المنتخب. انا رايي الشخصي هذا. انا التصرف تاع جماهير الاهلي ما عجبنيش، على بها جيت نهضر على رياض محرز. هذا ما كان باسكو لاعب جزائري، وانا من جميع لاعب جزائري يلعب على برا نكون معاه 100%، ما يكون غالب. خوتنا نصوتيو المازا ونخليو عطال هو الاخر. ابراهيم مازا خوتي لاعب هارتا برلين الالماني، يلعب في البوندسليغا الدرجه الاولى الانجليزيه، رقم تاعو 10، يلعب وسط ميدان هجومي ولا وسط ميدان. خوتي لاعب هايل، قطعه اساسيه في الفريق تاعو، في عمر 18 سنه. خوتي 18 سنه راح يدير 19 سنه، ما قالهمش لا اصبروا. عنده الجنسيه الالمانيه ويلعب لعب في كاع لي كاتيجوري تاع ليكيب تاع الالمان، ودوك راهو يلعب في المنتخب الالماني اللي تحت 20 سنه. هو في عمره 19 سنه 18 سنه نقولوا، يلعب في المنتخب الالماني. ما قالهمش نستنى دعوه المنتخب الالماني، ما قالهمش، ديريكت خير الجزائر. هذوما اللاعبين اللي نحبوهم. ما تقوليش على الصحافه تاعنا يهضروا على ياسين عادل خلاص قال لك ما نلعبش، ما تعيطليش فرنسا، ما نجيش نلعب معاكم، وانا نحس روحي فرنسي وما نحسش روحي جزائري. مازالكم تهضروا عليه. بوعناني شايبي هضروا لي على هادو، بوعناني خير الجزائر في عمر ما حوش يفهم هو شايبي هذا. الى جا ان شاء الله مازا هذا هضروا لي على هادو اللي يحوسوا يلعبوا في المنتخب الوطني. خوتي تخرج لكم هنا لاعب هايل، 180 70 كيلو، وسط ميدان كيما قلت لكم، هايل خوتي، لاعب ممتاز.
عنده الجنسيه الالمانيه والجزائريه. ان شاء الله في التربص المقبل راح يكون هو، وحيكونوا ثاني على حساب بعض الصحفيين قال لك زوج لاعبين واحد اخرين حيكونوا، واحد يلعب في كوبنهاغ تاع الدنمارك، وواحد يلعب في دوزيام ديفيزيون تاع الانجليز تشامبيونشيب، واحد مهاجم واحد وسط ميدان. ان شاء الله يجيو ويمدوا اضافه للمنتخب الوطني الجزائري. انا هضرت لكم على هذا ابراهيم مازا باسكو شفت الامكانيه تاعو، شفت الفيديو تاعو، لاعب هايل خاوتي، هايل وسط ميدان 10 صانع العاب، يلعب 10-8، يلعب في وسط الميدان كاع. حاجه مليحه للمنتخب الوطني الجزائري الى جا هذا اللاعب، زياده لينا وزياده ليه هو ثاني، راح يمثل فريق كبير كيما المنتخب الوطني الجزائري. نروحوا ليوسف عطال، محبوب الجماهير اللي يلعب بقلبه. خاوتي يوسف عطال ومع السد القطري كاع على بالنا لعبوا اليوم مع العين الاماراتي كيف تشامبيونز ليغ تاع اسيا، لعب اساسي خاوتي، خرج في دقيقه 70. خاوتي واحد ما يكذبش، عطال يلعب في الهند ولا في الالمان ولا في فرنسا ولا في لافريك ولا وين تحطو هو شريك خاوتي. واحد لي طاك، واحد الهربات، واحد التقليات خاوتي. وانا نشوف بلي عطال يعاود يريكوبيري امكانياته مليح ان شاء الله. هي بدنيا صح حتى دقيقه 70 باسكو راه ناقص شويه منافسه، عنده بزاف ملعب، مي ان شاء الله يعاود يريكوبيري اللياقه البدنيه تاعو باش يعاود يخرج من قطر ويروح لكلوب واحد اخر، باسكو راني حاس بلي يروح لكرون كلوب ويلعب في نادي كبير في العالم ان شاء الله الى حب ربي. باسكو امكانيات اللي عنده يوسف عطال ماشي تاع قطر خاوتي، الواحد ما يكذبش. الامكانيات تاعو خويا يقدر يلعب في نادي، يقدر يلعب في الاتليتيكو دو مدريد، يقدر يلعب في نادي كبير في العالم. لازم يلعب رايح. اليوم خاوتي كونتر الاماراتي اقسم بالله العظيم واحد لي طاك، هربات من لا ديفونس لا طاك. خاوتي دار مباراة رايعة، الترقية تاعو 7.5. مباراة تاعو مع السد القطري والهند خلصت 1-1. مباراة تاع الاهلي تاع رياض محرز خلصت 1-0. النادي الاهلي لعبوا في الاهلي. هادو هما خاوتي زوج مباريات تاع لي جوار تاعنا في دوري ابطال اسيا. عندنا السد لعبوا مع الهلال الاماراتي، وعندنا الاهلي محرز لعبوا مع ليكيب تاع ايران هذيك اللي لعب فيهم الكارديان اليكسيس غندوز. عندنا 3 لاعبين اليوم لعبوا في دوري ابطال اسيا. خاوتي كملنا الفيديو هذه، نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. بون خاوتنا الله يحفظكم باك لي فيديو تاعي كي تشوفوهم تخرج لكم جام كومونتير، بارطاجي الفيديو عند صحابك باش تطلع لنا الفيديو نكملوا في هذا المحتوى، نهضروا على اللاعبين الجزائريين المنتخب الوطني الجزائري وكل ما يتعلق بالكره الجزائريه والعالميه. منين داك كيكون تما خبر تما يستحق نديروه، بصح المنتخب الوطني الجزائري خصيصا. جام كومونتير، بارطاجيو الفيديو، نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. نموت عليكم والسلام عليكم.